بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 10 رمضان، ربنا يجعلنا من عتقائه، اللهم امين يا رب العالمين. في العشر الاوائل بلغنا اخر على خير، اللهم امين. النهاردة هعمل كفتة، بس كفتة مختلفة. في عند الجزارين كفتة بتتباع كفتة جاهزة. يعني ايه كفتة جاهزة؟ يعني هو حاطط لها التوابل وحاطط لها كل حاجة. في الاول كنا بنجيبها كانت حلوة جدا، دلوقتي ملهاش ريحة، ملهاش طعم يعني. فالحقيقة يعني اخت جوزي بتجيبها لنا، فقلت ايه اعمل لها من دماغي حبه اضافات حلوه، لان اللي انا عملتها المره اللي فاتت ومصوراها طلعت حلوه جدا. فحطيت بصل صغير 3 4 بصلات رفيعين، وشويه بقدونس على شبت اللي لقيتهم عندي، وهبدا احط ايه توابل اللي هم السبع بهارات عشان نديلها طعم بقى حلو جدا، ونظبطها تظبيطه كويسه، لان انا شميتها حسيت ان انا مش شمالها اي ريحه. ده فلفل اسود، وعندي هحط لها شويه كزبره، وشوية بابريكا عشان تديها لون أحمر شوية. وبعدين هنحط عليها ايه الملح، لأن المرة اللي فاتت نسينا الملح. وبعدين نحط ملح قليل لأن هي ممكن يبقى فيها ملح، يعني بما إن هم ضايفين توابل فممكن يكونوا حاطين ملح. عندي البقسماط اللي هو الجاهز اللي هو المحوج ده، هحط حوالي معلقتين 3 عليها. وبعدين فاضل لي مكونين تاني، فاضل لي بضايه وفاضل لي بيكنج باودر، ادي معلقه كبيره. المره اللي فاتت حطيت المعلقتين على فكره الكبار ما بانوش كده، حطينا 3 معالق تاني. خلينا دول هنفصل بس على ما اجيب البيض والحاجه. هنحط البيكنج باودر اهو. البيكنج باودر ده عشان ما تبقاش مكبوسه، يعني هما كلهم طلعوا معلقه كويس قوي. هنقلب كله على بعضه، وبعد ما اقلب كله ببعضيها اخلي البيضه في الاخر، او احتمال احطها دلوقتي. هنقلب كله في بعضه، وبعدين نبدأ نعملها في الكبة، نردها في الكبة عشان نطحن كل ده على بعضه معاه البيض عشان تلين شوية هنا كده. هي عايزة ايد عشان اللحمة تدخل في كل حاجة ونعرف نعملها كويس. زائد انها هتتقلب تقليبة كويسة بعد ما تتعجن بالايد كده في بعضيها، عشان ايه هي ناعمة جدا، يعني هم طحنينها طحنة فظيعة. احنا بس عشان نعمل الحاجات دي معاها فهنضربها في الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي لحمة عصار، دخلنا الحلة ايه، حطيت فيها معلقة زيت واحدة واشوحها. بنقلب فيها شوية لحد لما تبدأ تاخد لون تاني، وبعد كده نبدأ نحط الإضافات بتاعتنا. هنسيبها شوية وبعدين نكمل مع بعض. هنا لونها اتغير اهو، بقت مبيضة مش حمرا زي الأول، ومفيهاش تكتلات كتيرة. بنفكها بالمعلقة لو في تكتلات زيادة. وهبدأ أحط البصل وأسيبه ثواني. دول بصلتين كبار على نص كيلو، هبدأ أقلبهم. مش هنحط توابل دلوقتي غير لما تبدأ البصلة تدبل شوية. سيبناها حوالي 5 دقايق بس البصلة تدبل شوية. احنا حطينا معلقتين زيت وسخنا الحلة قوي، لان الاستانلس ده لو مش سخن او فيه معلقة زيت ممكن كل حاجة تلزق فيه. وهنبدأ نحط بقية الحاجات. عندي طماطم
طماطميتين كبار، عندي قرنين فلفل اسكندراني مش اللي هو الحامي قوي ده، نص ونص، وعندي كوسايه مبشوره. ما تستغربيش على الكوسه المبشوره لاني انا جربتها اكتر من مره في حاجات، وكنت بحط معاها كمان احيانا جزر وعملت بيهم شوربه هما الاثنين. عايزه اقول لك ان فوق الوصف والخيال، وان الكوسه في المحلات العاديه بيحطوها في الحاجات اللي بتتعمل عصاج. اي عصاج بره في الاوتيلات وفي الكافيهات وفي المطاعم بيحطوا الكوسه، يعني مش اختراعي انا، اختراع شيفات، اختراع شيفات هم عملوها وجربوها شافوها. فلما جيت انا جربتها بصراحه عجبتني في كل حاجه. هنبدا نحط التوابل بتاعتنا، وبعد ان شاء الله ادي هبدا احط ملح. مش بنحط ملح كتير طبعا لانها بتبقى حشوه، ومعظم الحاجات بنحط فيها ملح تاني. ملح وفلفل اسمر اهم حاجه، وكزبره، يبقى ملح وكزبره معلقه كبيره. كزبره حلوه جدا وصحيه يا جماعه، وصيكوا الزمان يوصيكوا بالكزبره. وادي معلقه فلفل اسمر صغيره. واهم من كل ده اللي ممكن تستغني عن كل ده وتحطيه، اللي هي السبع بهارات لانها بتاعه تتبيله اللحوم. بحط كده معلقه وبس كده، مش هتحط حاجه تاني. ولو كنت افتكرت السبع بهارات ما كنتش حطيت فلفل اسود بتاع، لان دي فيها زعتر وفيها قرفه وفيها فلفل اسمر وفيها كزبره وفيها كمون وفيها جوز الطيب، فيها كل التوابل اللي انا عاملاها في البيت. كنت عامله كيسين من قبل رمضان اللي فات، استخدمت جزء منه، بستخدم جزء وجزء والباقي بحطه في الفريزر. هنسيبها تستوي شويه ونشوفها بعد.